السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي ومتابعين مطبخ شيري. النهاردة هنعمل الجلاش بطريقة خرافية. يلا بينا نعمله مع بعض، حاجة تحفة تحفة تحفة. يلا نشوف القمر اللي احنا شايفينه ده هيطلع معانا عامل ازاي. لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو جميل منكم بدعوة حلوة من قلوبكم البيضة. انا فردت الجلاش بتاعي ومشيت على الحواف بتاع الصينيه عشان لسه المبتدئه تعرف ازاي تظبط الجلاش معاها في الصينيه. هيطلع سهل جدا ولا تقعد تتني ولا اي حاجه خالص، ومنه نستغل بالحروف دي نستغلها في الجلاشه مش هنرميها. دهنت الصينيه بتاعتي سمنه، ينفع تعمليها بزبده مخلطه، ينفع تعمليها بزيت على سمنه، ادي حريه بترجع لك انتي. بس طبعا كل ما جوده السمنه كانت احسن هتطلع معاكي الصينيه اعلى واحسن واجمل طبعا طعما. خلاص بحط راق وراق زي ما انت شايفه كده. الحتت المقطعه معايا اللي انا طلعتها بحطها عادي خالص جدا، وبرش عليها سمنه زي ما انت شايفه كده. كل ده هيتظبط خالص في الاخر. تمام كده. هرش بقى شويه مكسرات، اي مكسرات بتحبيها. انا هنا حطيت جوز هند وزبيب، وكان عندي شويه كنافه فاضلين من رمضان حمرتهم كده حلوين وفي الفرن بمعلقتين سمنه وطلعوا زي ما انتم شايفين كده. رحت حطاها معايا على الصينيه بتاعتي. خلاص كده. طبعا هرص بقيه الطبقات بتاعتي وهدهن في بين كل طبقه وطبقه. اللهين ما بين كل طبقه وطبقه زي ما انتم شايفين كده بيدي توريقه حلوه. بس انا في نفس الوقت هعمل حركه كده حلوه في الاخر هتخلي التوريقه بتاعتي جميله. طبعا دهنت اخر حاجه معايا في الصينيه، هنقطعها زي ما انتم شايفين، وهنقطع بالتقطيعات. هقطع لكم كذا تقطيعه زي ما انتم شايفين كده مختلفه غير التانية هتشوفيها. ممكن تقطعي كده وممكن تقطعي كده، تقطعي اي تقطيعه اللي انت عايزاها. خلاص هبدأ بقى بعد ما اخلص الصينيه بتاعتي خالص وتقطيع وكده هروح رش عليها بقيه السمنه بتاعتي. هشبعها بالسمنه كده عشان تطلع طعمها جميل معايا وهتطلع حلوه جدا. الصينيه بتاعتي دخلتها استوت، ما بتاخدش 10 دقايق. بسقيها بالشربات، عملت شربات بتاعها تقيل يعني مش خفيف. انا مش عايزاه خفيف ليه؟ عشان هنسقيها لبن دلوقتي. تمام. سقيتها مش شربات كتير عشان انا مش عايزاها سكر زياده. اللي عايز يخليها مسكره اكتر ممكن يحط في الحشوه سكر. اسقيها بقى كوبايه لبن وغطيها وسبيها شويه. مستعجله دخلها الفرن 10 دقايق وطلعيها هتلاقيها قمر زي ما انت شايفه كده. حاجه عظمه، من بره مقرمشه ومن جوه طريه وعامله ازاي. يلا اسيبكم في رعايه الله، مع السلامه. متنسونيش في اللايك الحلو عشان تدعموني.